شوف بقى الخيار اللي انا قطعته لايك نودلز ازاي. اعتقد ان الترند ده بقاله كتير طالع، بس انا حبيت ان انا اجربه. انا كنت نايمه شويه من الوقت ورجعت لكم تاني. يلا بينا نجرب ترند الخيار ونشوف هل هو فعلا واو زي ما هو بيقولوا ولا لا. وطبعا كلنا شفناه، هو موجود ترند الخيار معاه خيار وبصل وسلمون وجبنه وشويه حبشتكنات كمان كده كده. ويلا بينا نجربه النهارده ونشوف هل هو فعلا واو ولا اي كلام. يلا بينا. هنا جبت البطرمان بتاعي، وهبدا ان انا مش هقطع الخيار سلايس، انا هقطعه كده بطريقه مختلفه شويه. كل واحد بقى حسب ما هو يحب. طبعا الخيار مغسول وجاهز، هبدا ان انا اقطعه بالشكل ده. ماله السلايس؟ حلو السلايس. هنا عملنا الخيار وخلاص خلصنا. كمان معانا بصل متقطع، وكمان انا هضيف من عندي نعناع، هنضيف البصل المتقطع كده. متحمسه جدا يعني اشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. نعناعية وقت. وكمان عندنا افوكادو، وهنحط افوكادو كمان. وكمان عندنا جبنه كريمي، فهنحط بسم الله. نحط جبنه كتير بقى، جبنه كتير، لان انا من عشاق الجبنه. انزلي. انا حطيت كمان الجبنه الكريمي زي ما انتم شايفين كده، هي لازقه في المعلقه شويه. وهنحط كمان هما حطوا حاجات تانية بس هي للاسف مش متوفره عندي يعني، فانا هحط حاجات تانية. هنحط ملح بسم الله. وكمان هنحط فلفل اسمر. وهنحط كمان من عندي كده عصرة ليمون، عشان الحاجات دي يعني بتحب الليمون. اهم حاجة ما ننساهاش السلمون، يعني ممكن بعد كله انسى السلمون عادي خالص. خلينا بقى نكمل بقية اللي احنا بنعمله. هنحط بقى سلمون. هو عامة بيتقطع من لما بشيله كده بيتقطع لوحده. بسم الله. انا حابة اقطع عليه كمان فلفل حراق. مش عارفة، انا حابة احط عليه يعني قرن فلفل حراق بس كده، حاجة بسيطة. هنا بقى جبت حبة فلفل حراق صغننين كده، يديلهم تيست حلو. خلاص كده احنا خلصنا. هنقفل البطرمان بتاعنا اللذيذ ده، نبدأ ان احنا نرج. وانا بعد ما رجينا جامد جدا هنجيب شوبستيك. ايزي شوبستيك.